المحتوى اللي مال الدنيا دلوقتي بيعلم الناس ازاي يستغلوا بعض، ازاي يكسروا غيرهم، وازاي يبانوا أقوى حتى لو على حساب اللي قدامهم. لكن أنا هنا هدفي مختلف. أنا عايز أفتح عينك أنت على اللي بيأذيك من غير ما تحس، وأساعدك تغير طريقة تفكيرك لحاجة تنفعك، مش حاجة تدمرك من جواك. حياتك تستاهل تكون أهدى وأنظف من كل الفوضى دي. وعشان كده خليني أحكي لك عن حاجة ناس كتير عايشينها يومياً من غير ما ياخدوا بالهم: ربطة الصدمة. يمكن وانت بتسمع الجزء الأول حسيت إن القصة دي شبهك أو شبه حد تعرفه. ربطة الصدمة مش مجرد نظرية، دي واقع بيعيشه ناس كتير حوالينا. تفتكر يوم كنت ماسك موبايلك ومستني رسالة، وآخر ظهور باين إنه موجود بس مفيش رد. أو كل مرة تسمع كلمة جارحة وتقول لنفسك يمكن أنا اللي غلطت، زي البنت اللي خطيبها كل شوية يسيبها ويكسرها بكلمة جارحة، بس أول ما يرجع يكلمها تفتح له الباب من غير ما تفكر. أو شاب كل مرة حبيبته تقلل منه قدام أصحابه، يقعد بالليل متألم تايه مش فاهم إزاي لسه متمسك بيها، لكن أول ما تبعت له وحشتني ينسى كل حاجة وكأن الكلمة دي مسحت الوجع. وأوقات الموضوع بيبقى أصعب، زي واحدة تسمع طول الوقت انت مش فاهمة، انت قليلة، بس بعد ساعتين نفس الشخص يجيب لها هدية صغيرة ويقول أنا بعمل كده عشان بحبك. هي ما بتصدقش غير الكلمة دي وتتناسى إنها من شوية كانت مكسورة. أو شاب مراته كل ما يتخانقوا وتفتكر له كل عيوبه وتقلل من قيمته، لكن تاني يوم تبتسم له وتقول انت كل حياتي، فيتعلق في الابتسامة وينسى كل اللي قبلها. الغريب مش في اللي بيعملوه هم، الغريب في رد فعلك انت. كل مرة تتوجع ترجع تتمسك بيهم أكتر، كأن عقلك رافض يصدق إن نفس الشخص اللي بيجرحك هو اللي بيديك أجمل إحساس. وهنا يجي أخطر جزء، إنك تبدأ تبرر، تقول هو أكيد مضغوط، يمكن أنا اللي زودتها، يمكن لو صبرت شوية هيرجع زي الأول، وتفضل عايش على أمل اليوم اللي يرجع فيه الحنان الأولاني. زي البنت اللي تقعد طول الليل مستنية أي رسالة منه، أو الولد اللي يفضل يراجع نفسه، طب أنا لو ما كنتش قلت الكلمة دي كانت اتعاملت معايا كويس؟ الموضوع فعلا بيشبه الإدمان، وعلشان تكسر الإدمان ده محتاج تعيد برمجة دماغك. إزاي؟ خليني أقول لك خطوات مدعومة من علم النفس، خطوات بتعلم عقلك يربط الحب بالأمان مش بالألم. أول حاجة، اكتب الحقيقة على ورق. عقلك في العلاقات دي بيزور الصورة، يخليك تمسك في اللحظات الحلوة وتطنش الجروح. جرب كل مرة تتجرح تكتب اللي حصل بالتفصيل. بعد فترة هتلاقي نفسك قدام سجل واضح بيقولك دي مش قصة حب، دي وجع متكرر. تاني حاجة، بدل مصدر السعادة. عقلك اتعود إن الراحة تيجي من الشخص ده بس، زي مدمن بيربط الجرعة براحته. الحل، تدي نفسك بدائل: رياضة، خروج مع ناس بتحبك بجد، هواية تملالك وقتك. زي شاب كان عايش مستني رسالة وحشتني، لكن لما بدأ يلعب كورة بانتظام بقى مستني الماتش أكتر من الرسالة. تالت حاجة، الاستبدال. كل مرة دماغك يحاول يديك صورة حلوة عن العلاقة، امسك الفكرة واستبدلها بأصعب لحظة وجعتك فيها. ده تدريب نفسي قوي بيغير طريقة استجابة عقلك. اعمل لايك وفولو عشان يوصلك باقي الحلقات، وممكن كمان تبعت الفيديو لشخص لسه عايش في نفس الدوامة. رابع حاجة، ابني صورة جديدة لنفسك. كل يوم كرر لنفسك جملة زي أنا أستحق علاقة آمنة، واكتبها أو قولها قدام المراية. التكرار البسيط ده بيعيد تشكيل عقلك ويخلي ثقتك في نفسك ترجع واحدة واحدة. خامس حاجة، ما تمشيش لوحدك. الدعم مش رفاهية، ده ضروري. لما تحكي لحد تثق فيه أو لمعالج نفسي بتسمع صوت خارجي يقنع دماغك إنك مش قليل وإنك تستاهل أكتر. الخلاصة إيه؟ إعادة برمجة دماغك مش زرار تدوس عليه، هي خطوات صغيرة، بس مع كل خطوة السلسلة اللي ماسكاك بتضعف، وتوصل للحظة اللي تبص فيها لنفسك وتقول أنا أستاهل حب حقيقي.
لكن لسه في خطوات أعمق وأدوات نفسية ممكن تغير حياتك من جذورها، ودي اللي هنتكلم عنها في الجزء الجاي. اكتب لي في الكومنت إيه أكتر خطوة شايف نفسك محتاج تبدأ بيها دلوقتي. يمكن تعليقك يكون بداية حقيقية للتغيير.